خد تعالوا هنا، هيفتحوا قانون التصالح تاني يا مصريين ل6 شهور. والدكتور مدبولي قال في مجلس الشعب مع تطبيق الحد الادنى للاجور. واخيرا قانون الاحوال الشخصيه للمسيحيين هيشوف النور. ابو حنان وطهران مش عايزين يلموا الدور. تعالى يا حبيبي انت وهو اوضح لك الامور. الدكتور مصطفى مدبولي طلع النهارده في الجلسه العامه لمجلس النواب وقال لك الحد الادنى للاجور ال 8000 جنيه هيتطبق في شهر يوليو الجاي، وتكلفته على الدوله 100 مليار جنيه بالتمام والكمال. كتر خيرك والله يا دكتور مصطفى مدبولي، كتر خيرك يا حكومه. بس هنقولهم تاني 3 حاجات: المعاشات ثم المعاشات ثم المعاشات. تاني حاجه مرتبات القطاع الخاص. ثالث حاجه واهم حاجه المراقبه على الاسعار والاسواق. والله العظيم يا دكتور من غير الحاجات دي ولا 8 ولا 10 ولا 15 ولا 20 ألف حتى هيفرقوا مع المواطن في حياته اليوميه. نطلع بسرعه من قطاع الاجور نخش على المباني. قانون التصالح هيتفتح تاني. وزاره التنميه المحليه قالت لك ان في قرار صدر من مجلس الوزراء اما يقول خلاص هنقنن اوضاع المخالفين وهنفتح قانون التصالح تاني لمده 6 شهور من يوم 5 مايو، يعني اخر الشهر الجاي لحد الشهر نوفمبر 2026. والحكومه قالت لك احنا عدينا العيب واديناكم وقت كفايه، هاتوا ورقكم وتعالوا علشان دي فرصه اخيره لاي حد عنده عقار مخالف، عشان بعد كده مش هنرحم حد. يلا يا حبيبي انت وهو ما تكملش الفيديو، اطلع اجري بسرعه جهز ورقك عشان تقنن بيتك، تدفع القرشينات، تاخد خدمات ومرافق بشكل رسمي. يلا يا بهوات اطلع لي بيه بسرعه انت وهو من قانون التصالح وخش لي على قانون الاحوال الشخصيه بتاع المسيحيين. الحكومه اخيرا قالت هنعمل مشروع كامل للاحوال الشخصيه بتاع المسيحيين حسب تعليمات السيد الرئيس، وخلاص هنبعته للبرلمان عشان يكروه في اقرب وقت. والمستشار محمود الشريف وزير العدل قال لك احنا خلصنا خلاص القانون كله وعملنا لهم حاجه حلوه ومعتبره قانون كامل متكامل. قال لك فاضل بس نناقشه مع مسؤولين الطوائف. امال عملتوه كيف؟ يعني انتوا عملتوه لوحدكم من غير ما تسالوهم؟ اكيد لا انا متلخبط في حاجه ولا بتاع. على العموم احنا عايزين الانجاز في القانون ده بسرعه، وهو قانون الاسره، عشان بقالنا سنين والله العظيم المسيحيين اما يطالبوا بقانون الاحوال الشخصيه والمصريين كلهم بيطالبوا بتعديل قانون الاسره، والصراحه كده ما فيش اي استجابه. فحاول تنجز والله عشان خلقنا ضاق والاسر اتهدت كلها. اطلع لي بقى بيه من مصر خالص وخش لي على مضيق هرمز. مضيق هرمز لسه زي ما هو مكفول وعليه حصار من الجماعه الامريكان، والوفد الامريكاني بقياده كوشنر وويتكوف في طريقهم لاسلام اباد في باكستان. لكن لحد دلوقتي الوفد الايراني ما اتحركش ولا اتعتع خطوه من مكانه. والمفروض يا اخوات العمده الوفد الايراني يسافر النهارده عشان المباحثات، بس هم بقى دماغهم والف سيف ما يروحوش لا مباحثات ولا مفاوضات غير لما الحصار اللي عاملاه امريكا على المضيق يتفك. ولحد اللحظه اللي انا مصور فيها الحلقه دي هم ما اتعتعوش خطوه والحصار لسه شغال، والجماعه الامريكان وكوشنر وويتكوف في الطريق وعلى وصول. يا عم روحوا واتكلموا وقولوا له مش هنصطلح ولا هنوقف الحرب غير لما الحصار يتفك. قال يعني انتوا عاملين اعتبار الحصار ده لسه من ساعات مدمره امريكيه حاولت تمنع ناقله نفط ايرانيه انها تعدي المضيق. راحوا الجماعه بتوع ايران طلعوا عليهم بالمسيرات عدموهم العافيه وساجوا هما الاثنين يضربوا على بعض بس على خفيف كده. روح يا حبيبي انت وهو واقعدوا واسترادوا واصطلحوا ربنا يهديكم. نطلع بقى من المفاوضات ونخش على الامارات. الامارات يا اخوات العمده طالبين سلفه من الامريكان، يعني انتوا اديتوهم مليارات الدولارات عشان يعملوا لكم القواعد الامريكيه اللي كانت سبب في خراب بيتكم، ودلوقتي جايين عايزين منهم فلوس. وحسب صحيفه وول ستريت جورنال قالوا لك الامارات طالبه دعم عاجل من امريكا، وقالوا لهم احنا اتشندلنا بيه بسببكم، احنا لا كنا عايزين الحرب دي ولا قلنا لكم اعملوها. اقتصادنا اتضرب ومطارنا اتضرب والعقارات وقفت والسياحه وقفت والاستثمارات مشيت. ايوه يعني انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ قال لك مدير البنك المركزي الاماراتي قال لوزير الخزانه بتاع امريكا احنا عايزين نعمل تبادل عملات. ايوه يعني ايه عمده؟ قال لك يعني نديكم الدرهم الاماراتي وتدونا مكانه الدولار الامريكي بس بسعر حنين شويه. يا واد يا ناصح، وامريكا لما تاخد منكم هتديكم ابدا؟ قال لك ايوه انتوا اديتوا كوريا الجنوبيه قبل كسعه الازمه العالميه في 2008 واديتوا البرازيل في كورونا ودول كتير تاني. طبعا امريكا يا جدعان اللي متعوده تاخد من دول الخليج فلوس اكيد عمرها ما هتديها جنيه. راحت الامارات هددت امريكا وقالت لها لو ما عملتش كي معانا احنا هنبيع النفط بتاعنا بالايوان الصيني او باي عمله ان شاء الله حتى الجنيه المصري. ايه رايكم يا جدعان؟ هل الامارات فعلا تقدر تتحدى امريكا؟ ادي اقتصاد الامارات يا جدعان بان على حقيقته. كنا فاكرينه عظيم وكبير وعنده مليارات ويقدر يستحمل وواد شديد كي وقوي، طلع هش وضعيف ومش مستحمل
احمل حتى قلم خفيف على جفاه. حد سمعني يا اخواتي العمده؟ طب حد شايفني؟ طب تابعوني واعملوا لي فول عشان يوصل لكم كل جديد، شيروا لهم وابعتوا لهم.